باين كان السبونسر بتاع الحلقه بتاعه النهارده او الفيديو بتاع النهارده هو رش ايثانول. ايه الفكره بتاعت رش ايثانول؟ رش ايثانول ده هو عباره عن منتج بيتحط على البنزين بتاع السيارات او بتاع العربيات. اتكلم الكاتيجوريز بتاعته كتيره قوي، ورش ايثانول متميزه في الكحول او الايثانول الروسي والالماني. ده بيعلي الاوكتان بتاع البنزين من 92 مثلا لحد 6.97، طب من 95 لحد 98 او 99 كمان. استفاد ايه لما تحط الكحول ده على البنزين بتاعك بنسبه معينه من 5 ل 10% ماكسيمم في العربيات الاعتياديه بتاعتنا يعني. ملناش دعوه بالسوبر كارز بتوصل لحد 25%، ملناش دعوه خالص، اكني ما قلتش حاجه. طيب ده كده السبونسر بتاع الحلقه. طب فين الحلقه بقى يا جدعان؟ تعالوا نعد 1 2. ايوه كده احنا رجعنا لكم زي ما اتعودنا دايما. خليني اقول لكم على السبونسر رقم 2 الا وهو شوب نمبر 99. معانا منتج جديد من عنده او قديم يعني مش لسه نازل حديثا، وهي سماعه من شركه عريقه جدا 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 الا وهي جيس كده. عندك 3 ثواني. اولها حرف الان، واول شركه بتعمل موبايلات تقريبا دخلت مصر، خلاص انتوا عرفتوها طبعا، نوكيا عملت سماعات اير بادز. والسماعه اللي معانا ومعاكم النهارده هي النوكيا لايت اير بادز. الموديل بتاعها بالتحديد هو البي اتش 205. ده عشان خاطر تبحث عليها على اليوتيوب او تبحث عليها على اي محل. خلينا بدون مقدمات كتير كده نقسم الريفيو الى اجزاء، ونبدا باول حاجه الا وهي الانبوكسنج. نبدأ بالانبوكسنج. البوكس بتاعها مفتوح أو مرهق شوية، بضمان اتصال، نزلت تبع موبايلات نوكيا. الموديل بتاعها بي اتش 205، موديل كويس جدا واقتصادي من الفئة الأولى. تعالوا نشوف ايه اللي مكتوب على البوكس. سمول سايز ويز بيج ساوند، حجمها صغير ولكن صوتها كبير، تقدر ان انت تشغل واحدة او اتنين، والباتري لايف بتاعها بتقدر ان انت تشحنها 4 أو 5 مرات. البلوتوث بتاعها فيرجن 5.0، مش اعلى حاجه ولكن ده بيديك لحد 10 متر رينج اوف موشن. عندك كمان 3 بيرز اوف اير تيبس. الاير تيبس في سمول وميديوم ولارج عشان خاطر تناسب ودن. لو فتحنا العلبه عشان نشوف ايه الدواخل اللي فيها، هتلاقوها بشكل حلو قوي. السماعه هتكون موجوده هنا، وتعالوا نشوف باقي الحاجات. احنا عمالين نفتح حاجات كده. ده الكتالوجات اللي موجوده، مش هنحتاجها قوي. وده سلك الشحن بتاعها قصير قوي، هتستخدم طبعا بتاع الموبايل. ده تايب سي عادي خالص. ما تنساش ان انت تشحنها في خلال 2 ل 3 وفي نفس الوقت بشاحن 5 واط اونلي. والسماعه دي بتكون مرتاحه جوه العلبه دي بشكل حلو قوي. بعد ما خلصنا الانبوكسنج خلينا نخش في التصميم والماتيريال بتاع السماعه اللطيفه دي. بالنسبه لي سماعه في رينج ال 30 ل 40 دولار، فهي تعتبر خامتها من البلاستيك، وطبعا هتكون خامتها من البلاستيك، مش هتكون افضل حاجه كخامه، ولكن في حته كده نيكل لذيذه، وفي نفس الوقت فيها هنا تاتش. تيجي بلونين، يا اما الاسود يا اما الازرق. كانت نازله تقريبا في نفس الحقبه بتاعه النوكيا اكس اي 20. بيجي معاها اير تيبس كمان عشان خاطر تشوف المقاس دي مناسب ولا لا، سمول وميديوم ولارج. وخلينا برضو نخش بالتفصيل ونشوفها من قريب بتكون عامله ازاي. بالنسبه للتصميم والماتيريال، انا عاجبني جدا الخط اللي هو البيانو بلاك اللي موجود داخل الاسود، ولكن الاسود ده حاسس ان هو الماتيريال بتاعته مش افضل حاجه خالص، تعبانه ولكن مقبوله في الفئه السعريه دي. بالنسبه كمان للانوار اللي هنا بتكون بتبين نسبه الشحن بتاعتك، والتايب سي زي ما انتم شايفين من الناحيه التانيه. السماعه ذات نفسها من الماتيريال تعتبر كويسه، مش افضل حاجه، ولكن الجزء التاتش اللي هنا حلو قوي، بحته نيكل كده مبينه فخامه واناقه. كمان التب موجوده هنا في 3 مقاسات زي ما قلت لكم. في نفس الوقت فتحه السماعه هنا بتكون 60 مللي، بالتالي بتديك صوت اعلى كتير. المايك بتاعها يعتبر كويس، بتديك نويز كانسليشن بشكل مقبول جدا، سواء للي قدامك او ليك انت شخصيا. وبتكون منظرها شيك قوي داخل الودن وهي خارجه كده، وبشكل نوكيا الشعار بتاعها بيكون حلو قوي. بالنسبه بقى للبطاريه، فالبطاريه بتاعه الكيس ذات نفسها 400 ملي امبير اور، ده بيشحن السماعتين 4 مرات او 5 مرات متتاليه. كل ايربادز او كل سماعه من دول هي 40 ملي امبير اور. توتال ساعات التشغيل تقريبا توصل لحد 36 اور. ومن المميزات اللذيذه جدا زي ما قلت لكم التايب سي اللي بتشحن بيه، دي حاجه حلوه جدا مش موجوده في السماعات في الفئه السعريه دي. بالنسبه بقى للمميزات اللي موجوده فيه، المميزات اول حاجه ان دي تاتش. طيب التاتش اللي هنا ده بيأهلك تعمل ايه؟ بيأهلك تعمل حاجات كتير قوي. كليك
كليكتين، 3 كليكات، وكمان دوسة طويلة. الثلاثة دول بتقدر ان تتحكم كامل في الاغاني وكمان المساعد الشخصي وترد وتقفل على المكالمات. متنساش ان الكيس دي بتشحن شحن 5 واط فقط، لو اكتر من كده مش هتشحن اصلا او ممكن تبوظ لا قدر الله. كمان البلوتوث بتاعها 5.0 وده بيأهلك ان انت تبعد السماعه عن الموبايل تقريبا 10 متر. للاسف ما فيهاش ووتر ريزيستنس وكمان اكيد ما فيهاش سنسور، يعني الله اكبر الله اكبر، يعني اول ما تشيلها من ودنك ما فيهاش سنسور او مش بتوقف الميوزك، ودي حاجه متوقعه في الفئه السعريه دي. بالنسبه بقى لقوه الميوزك فهي صوتها عالي، صوتها عالي قوي. الكواليتي بتاعتها ممكن لما الصوت بيعلى شويه ما بتكونش افضل حاجه، وده طبيعي برضو في الفئه السعريه دي، ولكن البيز بتاعها برضو ميديوم، يعني نقدر نقول ان هو جيد، مش جيد جدا ولا ممتاز، متوقع برضو في الرينج ده. وميزه كمان حلوه جدا ان هو بتثبت جوه الودن بشكل حلو قوي، وفي نفس الوقت منظرها حلو قوي في الودن. وكمان درايفر الصوت بتاعها 60 ملم مش 50 زي الباقي، وعشان كده تفسر ان صوتها عالي. وبس كده، دي كانت كل حاجه كنت عايز اقولها لكم عن الساعه. خلينا نعمل ريكاب سريع كده، ايه المميزات وايه العيوب اللي موجوده فيه. انبوكسنج، البوكس بتاعها كويس من ماتيريال حلوه وبضمان اتصال. طيب بالنسبه للكواليتي او الخامه والتصميم، التصميم انا حاسس ان هو كبير شويه، ولكن ده بيخلي لك الباتري بتاعها الى حد ما كبير. كمان السماعه نفسها جوه الودن شكلها حلو قوي وروش، وما يحسكش ان هي رخيصه، ولكن لما تمسك البوكس طبعا هتحس ان هي لو كواليتي شويه عشان خاطر طبعا سعرها قليل. المميزات بتاعتها اللي هي التاتش والدايمتر كمان بتاع السماعه 60 ملي، دي حاجه كويسه جدا، بتديك صوت كويس، صوت عالي قوي. الكواليتي والبيز مش افضل حاجه، هما جيدين او جيد جدا على الحروكروك، يعني جيد مرتفع. وكمان من الحاجات المميزه جدا ان انت لما تحطها كده في البوكس بتلاقي ان هي نزلت في البوكس بالظبط وما بتقعش. ماجنت حلو قوي، مش قوي قوي يعني تقدر ان انت تشيلها بمنتهى السهوله، ولكن بتديك حركه كده حلوه سيفتي. وللاسف ما بتعملش كده بالدراع بتاعها. البطاريه بتاعتها بتقعد لحد 36 ساعه تشغيل، ودي حاجه كويسه ومحترمه قوي. والبلوتوث بتاعها 5.0 وده بيديك بعد عن الموبايل 10 متر. للاسف مش ضد الميه، وكمان ما فيهاش سنسور عشان خاطر لما تخلع السماعه يقف الميوزك، ما فيهاش للاسف. وسعرها بيتراوح من 30 ل 35 دولار تقريبا. في مصر هتلاقيها مثلا من 800 ل 900 جنيه، ده لو لقيتها جديده. ولكن شوب نمبر 99 عندهم اوفر ان في سماعات زي دي مفتوحه فقط للريفيو، بتكون بسعر اقل طبعا، ونفس الكواليتي بنفس التقفيل بنفس كل حاجه. وبس كده، دي كل حاجه كنت عايز اقولها لكم النهارده. يا رب تكونوا انبسطتوا، يا رب تكونوا استفدتوا. ان شاء الله اشوفكم الريفيو الجاي. سلام.